ابني عنده 15 سنة وفي ثالثة اعدادي، بس لازم بيحب ينام جنبي. ما ينفعش ينام يعني في الأوضة لوحده. تمام. حتى أنا أول يعني أخليه ينام وكده ويسهى في النوم، أقوم مثلا أروح أوضتي يقوم على طول مفزوع. أنتي طول عمرك معودة ينام جنب حضرتك من هو صغير؟ ولا ده جديد؟ ولا ده جديد؟ لا، هو كان الأول يعني عادي، وكان مجرد ما انام جنبه وهو يروح في النوم خلاص. بس طول عمر حضرتك معوداه انه في بدايه النوم لازم حضرتك يا تبقي جنبه يا هو جنبك. ايوه. انتوا متعودين نمط البيت كده، وبابا بينام في الاوضه بقى، يعني حضرتك ترجعي على الاوضه بتاعتك لما ينام هو مثلا، ولا بتكملي؟ ها؟ بس دلوقتي ما اول ما اقوم حتى في صلاه الفجر يقوم يجري. هو خواف يعني؟ انا بحلم احلام مفزعه وكده. بيخاف. ها؟ بس هو سوي جدا وعادي في المدرسه وبيخرج وبيسهر وكل حاجه. تمام. لكن انا مش عارفه ايه بقى. انا عايز اسالك سؤال بس برضو بالمناسبه، هو سؤال ما يعني ملوش دخل. بلغ 15 بلغ يعني؟ ايوه. تمام. اوكي. طيب وبابا رايه ايه في الموضوع؟ نعم. بابا بيعترض، بيظهر غضبه او ضيقه من ده؟ لا عادي. وبيجي ينام معانا في الاوضه برضو، لان الاوضه يعني فيها سراير عادي تمام. وعند حضرتك اولاد غيره؟ ايوه عندي ما شاء الله، هو اصغر واحد. والباقيين بيناموا لوحدهم؟ عادي، ده كبار. هو اصغر واحد. ولاد وبنات؟ لا ولاد بس. ولاد بس. طب ما موجودين مع حضرتك في البيت مش كده ولا ايوه. طب ما بيحاولش مثلا انه، يعني انا عايزه بس افهم، هو الفكره في وجود حضرتك كشخص يعني الام، ولا ممكن يبقى اخوه التاني باباه؟ لا عايزني انا. طب هل اخواته التانيين بيتخانقوا ان هم يناموا ساعات، هم كمان ليهم حقهم يناموا جنبك ولا لا هم كبار التانيين يعني. مش بتقولي هو اكبر واحد فيهم؟ الاكبر اصغر منه واحد فرق 7 سنين ما بينهم. طيب نجاوب ايه بقى ام مصطفى؟ الاول 15 سنه يعني ولد ويبقى بيصر على النوم جنب هو معروف انك انت يعني زي مثلا بيقول جوزك على ما تعوديه، الاطفال برضو والابناء على ما تعوديه وبيتشبثوا، وبتبقى العمليه اصعب يعني دايما الحكايه. وهي الحياه كلها مبرمجه. انت التبول ده تدريب، الكلام ممارسه، الحركه اللي كانت لسه الام بتسال عليها نوع من انواع الاكسرسايزنج، كل حاجه عشان تتعلمي سكيلز، وكلها مصاعب وكلها الانسان سبحان الله ربنا جبله مراحل النمو والتطور كلها عشان تتقدم خطوه لازم تجابه بعض المصاعب، تقع وتقوم ومامتك تسقف لك والدنيا تمشي. طبعا. فمن ضمن الحاجات دي موضوع النوم. يعني الكتب العامه المطروحه حتى في ايد الناس، دكتور سبوك ومش عارف ايه والكلام ده، بتقولك بعد يعني 6 شهور تقريبا يعني. احنا كنت برتبها ترتيبه دايما اقول انت عارفه 6 شهور الاولى ينام في السرير معايا، ال6 شهور الثانيه في سريره بس لازق فيا، ال6 الثالثه تدريجيا بس تدريجيا، الرابعه في سرير منفصل في اوضه ثانيه، واروح انا انام معاه وبعدين ارجع، وكل ما يجي اقول له لا حبيبي او اروح مرجعاه، لكن تنتهي المعركه بان هو نايم في سرير وانا في سرير لحد ما يقع منه. لكن النهارده ما فيش منها بقى، حصل حدث في الدوله في البتاع فاحنا خايفين ننام مع بعضينا، ماشي. حصل انه في يوم كده وحشين بعض، تعالى يا حبيبي ماشي مش مشكله، بس ده لكن ما يبقاش سيستم. يعني حتى في الظروف دي في سن معين طبعا يعني. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا قال فرقوا بين اولادكم في المضاجع، مروا اولادكم بالصلاه ل7 واضربوهم على 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بينهم دي ما حددش يعني ده الاولاد وبعضهم. اما ان الولد فعلا ده شيء مش مظبوط خالص، من اول لبس الام بطريقه مثلا غير لائقه في البيت. ايوه حتى البيت له ضوابط. صحيح.